عايز اقول لك قسما بالله كريم فؤاد اصاباته اللي متكرره دي خساره للنادي الاهلي وخساره لمنتخب مصر. بجد مركز الباك اليمين مش هتلاقي حد في مصر كلها احسن سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر من كريم فؤاد. ده مش بيلعب باك يمين بس، ده اصلا هو اساسه باك شمال وبيلعب جناح، وممكن تحطه في نص الملعب بيأدي لاعب جوكر بمعنى الكلمه، لاعب من طراز رفيع. الف سلامه يا كريم، وعندك ايمان بربنا، وانا متاكد انت راجل قريب من ربنا وراجل مصلي وراجل يعني نحسبك من الصالحين ولا نزكي على الله احدا. انت راجل مؤمن بقضاء الله وقدره، وانا عارف ان انت عارف الكلام ده كله، مش مستني ان حد يقوله لك. النبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فانت راجل مؤمن بربنا، وانا عندي يقين في الله ومتاكد مليار في الميه ان ربنا شايل لك حاجه حلوه. ممكن يكون مش في مجال كره القدم، ممكن يكون في اي حاجه تاني، في حياتك الشخصيه، في بيتك، في اهلك، في عيالك. ربنا شايل لك حاجه حلوه، وباذن الله ترجع اقوى من الاول. وما تيأس يا كريم. هتقول لي الاصابه الثالثه والموضوع صعب، مفيش حاجه صعبه، والعلم اتطور والطب اتطور، وان شاء الله ترجع احسن من الاول وتبقى رقم واحد في مصر باذن الله. صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم، وادعوا الكريم فؤاد كتير في الايام المفترجه دي. سلام.